حبايبي الحلوين طلاب اولى اعدادي تجريبي لغات اللي احنا هناخد ان شاء الله منهج نيو هال بلس اللي هو الخاص بتجريبي لغات. النهارده ان شاء الله هنعمل المحاضره بتاعتنا بتتكلم على اهم الفوكاب واهم الديفينيشنز والجرامر. المحاضره الاولى الفيديو هيبقى متقسم او المحاضره متقسمه على فيديوهين. الفيديو الاولاني الخاص بالفوكاب، خاص بالديفينيشنز وخاص بالجرامر وخاص بالبويتري الشعر بتاعنا. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى خاص بالريدر بالقصه، وهيبقى خاص بحل شامل كامل. فبعد اذنك تابع الفيديو ده، يكون معاك الكراسه والقلم بتوعك وتكون مركز معانا، ولو في معلومه فاتتك ترجع للمعلومه تاني وتكتبها وتوقف الفيديو وهكذا. فيلا بينا يلا بينا. طيب النهارده ان شاء الله هناخد الفاينل ريفيجن على المنهج بتاع هالو بلس. هنبدا الاول بمجموعه الكلمات بتاعتي. يلا اهم الكلمات الموجوده في المنهج علشان ما تتلخبطش. الفيديو ده تاخده من هنا، تذاكره من هنا، تدخل على الامتحان ان شاء الله تقفله من هنا. بيقول لي رقم واحد بيست فريند، صديق مقرب اسمها بيست فريند. نموذج او قدوه او مثال اكزامبل. وقت الفراغ فري تايم. قصص للغموض ميستريز. واجب مدرسي سكول وورك. حادث او حادثه اكسيدنت. خلي بالك ان ده عندي هنا دبل سي. السي الاولانيه اتنطقت ك والسي الثانيه اتنطقت سي علشان يجي بعدها الاي. واحده واحده مع بعض. طيب كرسي متحرك ويل تشير. مسؤول او اهل للمسؤوليه، ودي معناها دي صفه هتبقى ريسبونسيبل. التربيه البدنيه او حصه التربيه البدنيه اسمها الفيزيكال اديوكيشن اللي هي اختصارها البي اي. ثقه confidence جايه من كلمه confident. الاسم منها او الصفه منها انا اسف confident. يعني ايه معنى كلمه confident؟ شخص واثق من نفسه. empathy تعاطف. horse racing ركوب الخيل. soulful اللي هو شخص بيهتم بمشاعر الاخرين. soulful. طيب الالعاب لوحيه بتتلعب على لوحه زي التشيس الشطرنج وزي الدومينو وكده، بقول عليها البورد جيمز. صفات او خصال او سمات qualities. مشاعر feelings. شخص مراهق تينيجر. طيب اوقات الشده، الاوقات الصعبه قاسي او شديد هتبقى اسمها tough times. جمهور audience. مضرب صغير، في مضرب كبير وفي مضرب صغير. تعال ابين لك الفرق ما بينهم. بص، مضرب كبير اسمه راكت اهو اللي هو مضرب التنس. طب مضرب صغير اسمه بات، وكلمه بات لها معنى تاني بمعنى خفاش. يعني بات لا اما مضرب لا اما خفاش، فانت تخلي بالك جدا الفرق ما بين الجمل او الكلمات دي. بعد كده بورد لا اما سبوره لا اما لوح تزلج بنتزلج عليه. كلاب نادي. بيجرب او بيحاول تراي. يفضل بريفير. طب نكمل مع بعض. كابتن قائد الفريق. opponent اللي هو خصم او منافس اللي بيقابلك في المباريات، ودي بتيجي دايما في الامتحانات. dedication تفاني او اخلاص. conservation حمايه او محافظه جايه من كلمه conserve. كريكت اللي هي لعبه الكريكت، وكريكت لها معنى تاني بمعنى صديق او رفيق. وخد مني بقى معاني كلمه كريكت. كريكت ممكن تيجي اسم تاني بمعنى صرصار الليل، الصرصار بتاع الليل، وبتدي معنى تاني بمعنى صديق او رفيق. طيب انا عندي الصقر اسمه ايه بقى؟ الصقر اسمه فالكن. اجين ولا تاني، صقر اسمه فالكن. طيب السقاره اللي هو الصيد باستخدام صقور مدربه للصيد اسمها، هجيب فالكن واحط لها الار فهتبقى الكلمه على بعضها فالكنري. منظر او اطلاله فيو. شقه ابارتمنت. طيب جدول مواعيد او جدول زمني اسمه تايم تيبل. مرايه ميرور. غرفه المعيشه ليفينج روم. طيب صور فوتوغرافيه فوتوغرافز. عصا للتزلج سكي بولز، سكي وليست سكاي. الصقر فالكن. طب صقار يعني شخص مهمته يدرب الصقور على الصيد اسمها فالكنر. طيب اداء او عرض بيرفورمانس جاي من الفعل ايه؟ بيرفورم. خلي بالك جدا، فبحط لها انس دي نهايه بحولها لنون لانها بتيجي ايه في الامتحانات. بيحافظ على او بيصلح اسمها منتين. طب علشان احولها لاسم بمعنى صيانه او اصلاح
هتبقى maintenance بحط لها CEE NCE. invest بيستثمر. volunteer متطوع او بيتطوع. طيب support يدعم او يساند، يبقى support معناها بيدعم او ايه او بيساند. طب collect الماضي بتاعها collected بمعنى يجمع. believe يصدق او يؤمن. agree يوافق. طب علشان يا مستر نحولها لعكسها هتبقى الكلمه اسمها disagree. هتبقى الكلمه اسمها disagree. اوكي طيب نكمل مع بعض. روبوت تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا. المستقبل اسمه future. آلة أو ماكينة ماشين. بث صوتي أو بث إذاعي اسمه بودكاست. رسالة مسج. طب مريض patient. برنامج أو مخطط scheme. طب جامعة university. مهندس اسمه engineer أهي. طب الهندسة بحط لها ING أو هندسي برضو اسمها engineering. الطب او الدواء ميديسن. مجتمع community. مصمم ديزاينر ده جايه من الفيرب ايه ديزاين يصمم. طيب كاستيومز اللي هي ازياء او ملابس وخصوصا لو هي تنكريه او ازياء رسميه بلبسها في مهام معينه. اميزمنت بارك اللي هي الفان فير. ايه معنى كلمه الفان فير؟ اللي هي مدينه الملاهي. كونزرفيشن بروجرام برنامج لحماية البيئة. كارتون كاركترز شخصيات كرتونية. سنشري قرن ايكوال 100 years بيساوي 100 سنة. إنسان human. طيب تصوير فوتوغرافي هتبقى اسمها فوتوغرافي. طب نكمل مع بعض أهم الكلمات الموجودة عندي في المنهج. يعني أنت تركز قوي على الكلمات دي. الكلمات التانية برضو ضرورية. تنوع أو اختلاف variety. قارئ reader جاي من الفيرب read يقرأ. طيب كانتيننت القارة. هندخل بقى في بعض اللي هي الكلمات اللي جات في البريتشي بتاعتي. imagination اللي هو خيال. طيب ability اللي هي قدرة واستطاعة جاية من able. هي جاية مشتقة من able. طيب golf course اللي هو ملعب الجولف. وخلي بالك ان كلمة course دي لها معنى تاني معناها دورة دراسية اسمها course. طب مختلف different. مندهش surprised. شجاع brave. قلقان او قلق worried. creative مبدع او ابداعي. sociable شخص اجتماعي جايه من كلمه society. ايه معنى كلمه society؟ اللي هو مجتمع جايه من كلمه social اجتماعي متعلق بالمجتمع. طب الشخص بقى بحط لها able. design verb بمعنى يصمم او noun بمعنى تصميم. طيب تشينج يغير او يتغير. باس يجتاز او ينجح فيه بتساوي يا مستر بتساوي succeed in. اوكي respect يحترم. طيب agree يوافق. involve يشتمل او يتضمن على وبعدين solve بمعناه بيحل. طيب خلصنا الجزء الاولاني من الفوكاب. ركز بقى بالله عليك انت في تجريب اللغات فالامر مختلف عن الاو ال. دي منهج الاي ال اللي هو الادفانسد ليفل فبالتالي لازم نكون مركزين في كل حاجه فيه. كل حاجه هعملها لك بكل سهوله. لو انت وقع منك حاجه في المنهج ده فاحنا ان شاء الله هنلمها مع بعض. فخلي بالك واحده واحده. هندخل بقى على الديفينيشن. في حاجه اسمها الفاميلي ميديسين. ايه تعريف الفاميلي ميديسين؟ بيقول لك ميديكال كير فور اول ذا فاميلي. هي الرعايه الصحيه لكل العائله. كونسرت اللي هي a performance of music by one more singer. طب موب اللي هو بيغسل الارض بالميه. to wash the floor using a mop. طب ايه معنى كلمه موب دي؟ معناها مساحه. يبقى موب هنا فعل بمعنى بيمسح بالمساحه بس هي بيبقى فيها ميه يعني. بيكنيك. ايه تعريف البيكنيك؟ to have a meal outside the house. انك انت تطلع نزهه خارج البيت. فري تايم اكتيفيتيز اللي هي انشطه خاصه بالفري تايم او اوقات الفراغ. هي ايه تعريف عشان لو جات لك في الامتحان في الاختياري؟ the activities you do in your free time. طيب pleased equal happy او glad اهو. طيب empower يبقى الكلمه اللي بعد كده empowerment. بيقول لي ايه معنى كلمه الامباورمنت؟ the process of going power to do what you want. تفوت معناه بيصوت في الانتخابات. to express your choice or opinion especially by officially writing بيبقى عبارة عن حاجة مكتوبة كده رسمية.
طب do activities، ايه تعريف ال do activities؟ هي something you do for enjoyment. دي بتبقى أنشطة خاصة بالترفيه. go on a trip يعني يذهب أو يقوم برحلة. when you go somewhere for a short time and come back again. طيب pimple هو a friend who sends letter for ايه؟ for اللي احنا بنسميها البين friend، يعني هي بتساوي كلمة بين friend في انجلترا. ماشي اوكي. طب انسترومنت آلة موسيقية، ودي دائما اهيت ليس ليها صيغة دي دايما ليها صيغة، لو حبيت اجمعها بحط لها اس الايه؟ اس الجمع. طيب ايه هو بقى الانسترومنت؟ an object such as a piano or drums وهكذا. يبقى دي آلة موسيقية. community center اللي هو مركز خدمة مجتمع. a place where people social ايه؟ classes. ماشي اوكي. teenage ايه تعريف كلمة التينيج؟ خلي بالك ان التينيج ديت معناها شخص مراهق، زيها زي كلمة تينيجر. هو الايدج بين 13 and 19. لو نسيت، هي كلمة اي رقم من 13 ل 19 اخره ايه بالانجلش؟ اخره تين، فاحط لها تينيج. بولينج الاي اللي هي صالة لممارسة البولينج. a building in which you go bowling. خلي بالك ان اي نشاط منتهي بالاي ان جي بياخد الفعل ايه؟ go. review about a book or فيلم وهكذا. ده يعني رأيك الشخصي عن الموضوع. sculpture يعني تمثال منحوت أو فن النحت يعني. بيقول لي the art of forming objects that represent a think person idea. festival احتفالية أو مهرجان. هي special day or event usually in a memory of a religious. يعني إيه معنى كلمة religious؟ يعني ديني. event متعلقة بحدث ديني. طيب special clothes هي clothes including uniform أي ملابس رسمية زي اليونيفورم بالنسبة للمدرسة، زي الووتر بروف اللي هو لبس بيبقى ضد المية or other protective clothing. culture اللي هي الثقافة. طب الثقافة دي عبارة عن إيه؟ تعريفها إيه عشان لو جات لك في الامتحان وقال لك اختار؟ هي all the ways of life، هي كل نواحي الحياة including بتشتمل على الإيه؟ على الارتس الآداب أو الفنون، beliefs المعتقدات، institutions of a population. طيب advertisement. طب ايه تعريف الادفرتايزمنت اللي هو الاعلان؟ الاعلان ده عباره عن ايه؟ هي picture or short film or song that tries to persuade. ايه معنى كلمه persuade لو لقيتها؟ معناها يقنع. خلاص someone to a product or a service. in addition بتساوي as well as يعني بالاضافه الى، يعني لما تيجي تعمل اضافه لمعلومه متوافقين مع بعض. طب يقول لك recycled materials يعني ايه؟ مواد خام تم اعاده تدويرها. هي materials we reuse again بنستخدمها again مره ثانيه، مش again يا جماعه، اسمها again to make new products علشان نعمل منتجات جديده. quite ده adverb اهو، ولازما انت كطالب تعرف ايه الفرق ما بين الكلمات دي. هو ايه الفرق ما بين كلمه quite وquite كده وكويت كده اهو؟ اولا كويت بالاي دي ظرف معناه تماما او الى حد ما. كويت اللي هي بتنكتب كده اهو كيو يو، كويت اللي بتنكتب كيو يو اي اي تي، ودي صفه بمعنى هادئ. امال ايه معنى كلمه كويت؟ يخرج مسرعا، يذهب بسرعه يعني. اوكي، فلازم نخلي في بالنا الفرق ما بين الكلمات دي. يلا نكمل مع بعض في الديفينيشنز. يلا مع بعض الديفينيشنز بتاعتنا، التعريفات. الفود ستول اللي هو كشك للطعام، هو a temporary structures هو مبنى مؤقت used to prepare and sell food to the public للعامه. groceries جاي من كلمه grocery. ايه معنى كلمه groceries؟ مستلزمات البقاله، هي the food you buy from a supermarket. طيب هنا بيقول لي ايه معنى التشيك اوت؟ التشيك اوت اللي هو المكان اللي الكاشير قاعد فيه، اللي هو you pay انك انت بتدفع، او a place to pay for something you want to buy. انت لما بتبقى في السوبر ماركت وانت طالع بالشوبينج كارت بعجله التسوق بتحط حاجات كده قدام كاشير، دي بسميها نقطه التشيك ايه؟ تشيك اوت. وبرده معنى كلمه تشيك اوت كفيرب بمعنى خلاص بيدفع علشان يمشي، دي معنى تشيك اوت. طيب ستور كلارك، ايه معنى بقى الستور كلارك ده؟ الستور كلارك ده تعريفه هو a person who works in a store، الشخص اللي بيشتغل في محل. shopping cart اللي هي عربة التسوق، هي a large container
with wheels to carry things. هي وعاء كبير كده له عجل علشان يتشال عليه الحاجات. receipt. وخلي بالك من الكلمة دي، أنا بقول receipt يبقى البي هنا silent. يبقى إيه معنى كلمة receipt؟ هي a record of something you have bought، ودي معناها فاتورة، معناها وصل، الإيصال اللي أنت بتدفع بيه. inquire هي equal ask، يعني inquire دي بتساوي كلمة ask، وهي إيه معنى كلمة inquire؟ to ask for information. طيب swap اللي هو بيتبادل أو بيبدل مكان بمكان. طب أنت ليه جايبها هنا؟ جايبها هنا عشان الريدر سيادتك، علشان القصة بتاعتنا. خلاص؟ to give something and be given another thing instead. انت بتاخد حاجه وانا باخد حاجه مكانها، دي يتبادل. aisle الاس هنا silent aisle، ودي معناها ايه بقى؟ معنى كلمه aisle ممر، وهي a path between shelves of products. لما بتبقى في السوبر ماركت بتلاقي في ممرات كده بتمشي فيها بتجيب المنتجات، هو ده اسمه aisle، وهتلاقي مكتوب عليه aisle number 1 aisle number 2 هكذا. vegetarian ايه معنى كلمه vegetarian؟ جاي من كلمه vegetables، a person who doesn't eat meat or fish، شخص نباتي. reduce يعني ايه معنى كلمة reduce؟ يعني decrease عكسها increase، to make something become smaller in size amount. degree importance وهكذا. طيب balance اللي هو توازن او يتوازن، the ability to remain standing، انك انت عندك توازن تقدر تقف وكده. الكربون فود برنت ايه معنى كلمه الكربون فود برنت؟ اللي هي البصمه الكربونيه، ودي المنظمات او منظمه المناخ العالميه بتدخل بيها على الدول تشوف نسبه الكربون عندهم عاليه ازاي. فهي دي معناها the total amount of carbon dioxide generated by our actions. بيشوفوا مثلا الصين هي اعلى دوله في العالم في نسبه الانبعاثات الكربونيه. طب بيعرفوا ازاي؟ من خلال حاجه اسمها الكربون فود برنت، ودي خاصه بالساينس شويه يعني. marvelous ودي معناها amazing، شيء مدهش. خلاص؟ طيب fashionable ودي معناها ان هو مسيل الموضه، ترندي في اللبس بتاعه. dressing or behaving according to the current trend. trendy يعني انا ممكن اقول كلمه fashionable دي بتساوي كلمه trendy، جايه من كلمه trend اللي هو الترند. طيب souvenirs هدايا تذكاريه، a thing that is kept as a reminder of a person, place or event. طيب reusable جايه من كلمه use يستخدم، reuse يعيد استخدام، reusable شيء يمكن اعاده استخدامه مره ثانيه، able to be used again or more than one. owner what does it mean؟ كلمه owner جايه من كلمه own يمتلك، a person who have something يبقى ده المالك بتاعه. floating market A floating market is a market where goods are sold from boats. لو انت سيادتك بتتفرج او رحت تايلاند قبل كده، ففي حاجه في تايلاند مشهوره جدا اسمها الفلوتنج ماركت، وبنجلاديش برضه، ان الاسواق الطبيعي انها موجوده على اللاند على اليابس كده، لا هم عندهم الاسواق نفسها في قلب مراكب، فانت علشان تشتري حاجه تاخد المركب بتاعك وتروح تشتري الحاجه دي بيسموها الفلوتنج ماركت، يعني بمعنى اصح كده الاسواق العائمه اللي هو بيبيع المنتجات في قلب في قلب مراكب في قلب الميه، مشهوره جدا في دولتين اكتر، بنجلاديش ودوله تايلاند. اوكي؟ طيب multiply ايه تعريف الملتبلاي؟ طبعا اللي هي عمليه الضرب، to add a number to itself. طيب tiny يعني very small عكسها large. explore to travel through unfamiliar area to learn about it. اوكي؟ طيب معايا يلا، خدنا الفوكاب، سهلت لك الدنيا اهوت، اهم الفوكاب اللي موجوده في المنهج. خدنا الديفينيشنز علشان بتجيلي في الاختياري مش هيسمع لك الديفينيشنز، هيقول لك كذا يبقى التعريف بتاعه هيبقى كلمه كذا. اوكي؟ بعد كده هندخل على التعبيرات بتاعتنا وحروف الجر. طيب يلا بينا. بيقول لك spend time بيقضي وقت، طب بيصرف فلوس spend money، طب يكون صداقات او يصاحب، يبقى مع بعض يلا make friends، بيعمل واجب المنزلي do homework، يتحسن get better. طيب يستمتع يمرح جايه من كلمه fun، طب fun هتاخد الفعل ايه؟ يلا مع بعض هتاخد الفعل have fun. طب يركب الدراجه ride a bike، خلاص اتفقنا. او لها معنى تاني، شوف تخيل ممكن يجيب لك في الامتحان والمعنى التاني بتاعها cycle، يركب الدراجه، يبقى انت عندك يركب الدراجه لها كم معنى؟ 2 ride a bike or cycle. طب يتناول وجبه هتبقى have a meal وجبه. طيب find out about ودي بقت فعل متعدي لازم يجي بعديه الاوبجكت، بيجي بعديه مفعول. طيب يلا نكمل مع بعض. take a photograph اللي هو بيلتقط صوره. go camping عزيزي الطالب، اي نشاط منتهي بالاي ان جي بياخد جو، اي نشاط فيه كوره بتتلعب او نشاط عقلي بياخد بلاي، طب اي نشاط بدني فيه ضرب بياخد دو.
اوكي احفظها كده. يتصفح الانترنت، جو اونلاين، شوف جو اونلاين اهو. انا جاي لك من المستقبل وبقول لك الاسئله هتجي لك في الامتحان عامله ازاي. يبقى جو اونلاين دي بتساوي ايه؟ سيرف ذا انترنت، سيرف ذا انترنت. انت بتاخد منهج هالو بلس لازم يكون باللهجه الامريكي في النطق، فما تقولش عليها انترنت، امال ذا انترنت. تعالى بقى بيقول لك الامريكان يقول لك الان لو فولود باي تي ومش هعمل ستوب على تي هتبقى التي هنا ايه؟ سايلنت. وذا طبعا معروفه في اي لهجه ان ذا لو جه بعدها الكلمه اللي بعدها بدل متحرك هتتنطق زي. يمارس انشطه بسرعه، دو اكتيفيتيز. يمنع من او يمنع من حدوث شيء او بمنع شخص من اقتراف هذا الشيء. stop someone from doing something. يعني from هنا لو جه وراها فعل بينضاف له الاي ان جي او بيجي وراها نون. الموضوع سهل. in a wheelchair يعني على كرسي متحرك. interested in مهتما بيه. طبعا خلي بالك الكل مفكر ان الانترستد بتاخد ان. لو خدت ان هيجي بعدها نون او الفعل مضاف له الاي ان جي. واللي انت ما تعرفوش بقى معلومه زياده ليك ان interested دهيت ممكن تاخد to بلس الانفينيتيف، يعني ممكن تاخد to زائد الفعل في المصدر. help someone with وادامت فيها with هيجي بعدها noun. طيب help someone ممكن يجي بعدها infinitive لو فعل او to بلس الانفينيتيف. طب ما نعمل عليها مثال. انت بتقول I usually help my little brother with his homework. يبقى انا عاده بساعد اخويا الصغير بالواجب المنزلي بتاعه. طب حبيت استخدم help واجيب الفعل اقول I usually help my little brother do his homework او to do his homework. فخلي بالك جدا من النقط دي. يتأكد من هتبقى make sure. يقود طائرة بيطير طيارة fly a plane. يؤدي او يقوم وظيفة do a job. وفي فرق ما بين a job اهي لان هي اسم له مفرد وله جمع فبتاخد او do work اهو بدون طيب pass the exams بيجتاز الامتحانات. solve a problem بيحل مشكلة. have a good eye for لديه عين ثاقبة فيه. شوف بقى التعبير ده مهم جدا، دي جاي لك. dress up as يرتدي زيا كما لو كان، ودي مشهورة جدا في الريدر عندي اللي هي Pepper and the Prince اللي هو الفقير والأمير. طب different from أو different to الاتنين صح، مختلفة عن. look after يعتني بيه. in a different way بطريقة مختلفة. decide on يقرر أن يفعل كذا أو decide. شوف بقى المشتقات دي أو decide to plus infinitive. on your own يعني by your self بنفسك أو بمفردك. أوكي؟ طيب خلصنا بقى الكلمات. ركز بقى كوبايه الشاي الجميله بتاعتك، الورق والقلم، وراجع معايا الجرامر بتاعك. يبقى احنا عاملين الامور بسيطه وسهل جدا مش صعب ولا اي حاجه. يلا بينا. الجرامر بتاع يونت 1 بيتكلم عن زمن احنا بناخده دايما اسمه البريزنت سمبل تنس. طب ايه استخدامات البريزنت سمبل تنس؟ اول حاجه هو زمن يستخدمه لما احب اتكلم عن حدث يتكرر بشكل دوري، يعني بيحصل لكن ليس الآن، يعني حاجة بتحصل على طول بس ما بتحصلش دلوقتي. في فرق ما بين I eat burger و I'm eating burger. لو أنا قلت I eat burger دي معناه إن أنا باكل البرجر بس ما باكلوش دلوقتي. إنما I'm eating burger ده مضارع مستمر، يعني أنا باكل البرجر دلوقتي. أوكي؟ طيب يبقى إذا استخداماته جايبها لك بشكل لذيذ وبسيط. بقول لك المضارع البسيط ده زمن بستخدمه لما أحب أتكلم عن حدث يتكرر بشكل إيه؟ دوري. طيب الفورميشن بتاع الزمن ده كل زمن عزيزي الطالب تعرف هو بيستخدم في ايه؟ طيب بيتكون ازاي؟ علشان لو جات لي في الامتحان. اثبات نفي سؤال. التكوين بتاعه لو فاعل مفرد هي وشي وات او اي فاعل مفرد هيجيب الفيرب بتاعي منضاف له الاس او الاي اس في الحالات الخمسه صوابع الخمسه او الاي اي اس لو منتهي بالواي والواي قبلها ساكن الواي بتبقى ضعيفه لانها حرف علم هشيلها وارجعها لاصلها الاي اي اس. طيب امتى احط الاي اس؟ مع صوابع الخمسه لو منتهي بالسي اتش لو منتهي بالاس اتش علشان لو جالك سؤال التصحيح لو منتهي بالاو لو منتهي بالاكس لو منتهي بالاس. اوكي؟ طيب هي لايكس ابلز يبقى هو بيحب التفاح، دي من عادته ان هو بيحب التفاح. طيب لو الفاعل جمع اي ويو ووي وذي او اي فاعل جمع هعمل ايه في الفعل؟ هجيب الفعل فين؟ في المصدر. وحط بقى في دماغك القاعده دي مع كل زمن لان احنا هناخد البريزنت بيرفكت بعد شويه.
تعرف ان اي زمن في اللغه الانجليزيه ان المضارع له شكلين، في شكل بالاس وفي شكل من غير الاس. جربها كده، دايما الاس لو الفعل فيه اس يبقى دي فعل مفرد بيجي مع فاعل مفرد، والفعل في المصدر يبقى دي معناها فعل جمع بيجي مع فاعل جمع. اوكي طيب كلام جميل. I like apples، لما شلت ايه وحطيت اي شلت الاس. اوكي طيب خلي بالك من النقطة الصغيرة دي، شوف الفرق بين الاس والاس والاي اي اس مع الاسم المفرد. هي بتيجي مع الاسم المفرد في الفعل، لان الطلبة لغاية دلوقتي مفكر ان الاس دي لو جت مع الفعل يبقى جمع. عزيزي الطالب، الاس دي لو جت مع الاسم تبقى اس الجمع، ولو جت مع الفعل يبقى اس المفرد. شفت بقى غرابة اللغة الإنجليزية؟ يلا بينا. طيب جميع الأفعال يضاف لها الاس ما عدا الفعل اللي منتهي بالاس أو اس اتش أو السي اتش أو الاو أو الاكس أو الزي، ساعتها بضيف له الاي اس. لو فعل منتهي بالواي والواي قبليه ساكن واحد، حرف واحد بس، خلاص اتفقنا؟ لو قبلها ساكن انا تقلب الى الاي اي اس. يعني لما اجي اقول لك فلاي اف ال واي هعمل ايه؟ هتبقى اسمها فلايز لو جت معاها هي وشي، واتشلت الواي تلم المتعوس على خيب الرجل. الواي حرف عله والال حرف ساكن والحرف الساكن ضعيف، يبقى هشيل واحط مكانه الاي اي اس. طب يا مستر لو بلاي اهي، لو بلاي هقول لك سهله. بص هنا الواي قبلها متحرك، المتحرك ده حرف قوي، هو الفاولز هي اقوى حروف الانجليزي فبتدي سبورت للواي، يبقى احط الاس بس. شوف بقى لو منتهي بالسي اتش واتش هتبقى واتشز اي اس. طب ستادي اخرها واي والواي قبلها ساكن، هحول الواي الى اي واحط الاي اس. طب حاله النفي بقى، انا عندي النفي 3 اساليب في المضارع البسيط، لا اما بنفي بدازنت، لا اما بنفي بدونت، لا اما بنفي بنيفر. هنتكلم عليها في ظروف التكرار دلوقتي. دازنت فيها ايه؟ فيها الاس، يبقى لازم تيجي مع هي وشي وات، خلاص، وهيجي بعدها الفعل في المصدر. طب الاس راحت فين؟ دازنت الحراميه سرقتها. فلو انا حبيت اقول هو لا يحب التفاح، هي دازنت لايك ابلز. طيب دون هتيجي مع مين؟ هتيجي مع الجمع، ده ما فيهاش الاس، وكده كده anyway هيجي بعدها الفعل في المصدر. I don't like ايه؟ apples. خلي بالك نطقها I don't like، اوعى تقول لي I don't like، غلط. طيب ايه الكلمات الدالة عليها؟ حاجة اسمها ظروف التكرار. always 100%، usually 80%، often 70%، sometimes 50%، مرة أو مرة لا. occasionally وكلمة never وhardly ever دولت يعطوا معنى النفي. يعني انا لو لقيت كلمه occasionally او كلمه hardly ever اعرف ان الجمله بتدي معنى النفي. وطبعا عندي never بتيجي مع كل الضمائر، بس لو دخلت على هي وشي وات بتسيب الاس. اوكي طيب الظروف التكرار دي يا مستر طب مكانها فين في الجمله؟ بيكون فين؟ اسال نفسك. هي مكانين ملهاش تالت، هي بتيجي في مكانين مالهمش ايه؟ مالهمش تالت. ايه هما المكانين؟ عندك فعل اساسي تيجي قبل الفعل الاساسي، عندك فيرب تو بي لو الجمله ما فيهاش فعل اساسي تيجي بعد الفيرب تو بي. اهو شوف هنا اهو بيقول لي he always comes late و he comes always late. which one is correct which one is incorrect؟ دي correct ودي incorrect. ليه بقى دي incorrect وطلب منك تصحيحها؟ لان ظرف التكرار جه بعد الفعل فتبقى غلط. طيب بعد الفعل اذا كان هذا الفعل هو am او is او are، يعني اقول he always is late، ما ينفعش اقول ما ينفعش اقول he always is late، دي غلط. انما اقول ايه؟ he is always late، هو دايما متاخر. يبقى فين مكان ظرف التكرار؟ له مكانين في الجمله، قبل الفعل الاساسي او بعد الفيرب ايه تو بي. عندك فيرب تو بي مفيش حاجه بتفصل ما بين الفعل والفيرب تو بي، واخدين بعض على حب. بدليل لما تيجي تنفي از دي النقطه اللي بتنفيها بيها بتتحط بعديها ولا قبلها؟ لا بتتحط بعديها، يبقى ظرف التكرار بعديها. اوكي طيب لو حبيت اسال على عدد المرات هسال بايه؟ بهاو اوفن. لو بسال في المضارع هتبقى هاو اوفن، هيجي وراها دو او داز. دو مع اي ويو ووي وزي، وداز مع هي وشي وات. سواء جبت دو او داز هجيب الفعل فين؟ في المصدر. اوكي طيب بص لي هنا بيقول لي ايه؟ برضو الإجابة عليها تبقى always ظرف من ظروف التكرار، أو once ذات فترة زمنية، أو twice أو 3 times a day، a year، a week، وهكذا. النوع الثاني من الجرامر زمن الباست سيمبل تنس. الباست سيمبل تنس دي زمن لذيذ وجميل وحلو. ليه؟ لأن هو بيجي التصريف الثاني مع كل الضمائر، ما بتفرقش بقى اي، ما بتفرقش هي، ما بتفرقش شي، يعني فاعل على طول ايا يكن هذا الفاعل تصريف ثاني للفعل على طول.
طيب تصريفات الافعال لازم نعرف التكوين بتاع الزمن ده. بجيب السبجكت بتاع الفاعل وبعدين الفعل بنضاف له الدي او الاي دي او الاي اي دي. لو فعل قياسي علي played football، علي لعب كرة الايه؟ القدم. الملاحظات جميع الافعال يضاف ليها الاي دي ما عدا لو الفعل منتهي بالايه احط لي دي بس. لو الفعل منتهي بالواي والواي قبليها حرف ساكن هحولها الى اي اي دي. طب بيتنفي بايه؟ هجيب الفاعل didn't وارجع الفعل تاني للمصدر. وانت لازم تعرف ان عندي هنا سواء في do او في does او في did شرطهم الوحيد ان الفعل بيرجع تاني للمصدر. do does في المضارع زي ما احنا خدنا وديت في الماضي. علي didn't play football. خلي بالك ان احنا بنحذف الاي دي وهرجع الفعل الاصله فين؟ في النفي. اوكي. طب السؤال هسال بايه؟ هروح جايب did سواء السؤال بمعنى هل او سؤال باداه استفهام بمعنى هل. هجيب did والفعل فين؟ في الانفينيتيف. انا بقول لك انت اتفرجت على الماتش؟ did you watch the match؟ هتقول لي yes I did او no I didn't. طب لو سؤال باداه استفهام هجيب اداه الاستفهام وبعدين did وبعدين الفاعل بتاعي وبعدين الفعل فين؟ في الانفينيتيف في الماضي. When did you visit the tower؟ When did you visit the tower؟ الجملة دي في زمن ايه؟ في زمن الباست. How do you know that؟ أنا عندي did. لما أجي أجاوب بقى هروح محول يو إلى I وهروح جايب التصريف التاني من visit. اشمعنى مش هجيب did؟ لأن دي كانت في السؤال. فلما مشى أرجع الفعل الأصل اللي هو ماضي يبقى I visited أهو the tower 2 days ago. 2 days ago. اوكي. طب ايه الكلمات اللي تدل عليها yesterday؟ اهو last زائد فتره زمنيه. once معناها كان يا مكان او ذات مره. in the past في الماضي او اي تاريخ قديم. بيقول لك خلي بالك بقى، خلي بالك ايه هو؟ ان لو ما عنديش فعل اساسي في الجمله بعمل ايه؟ بجيب الفيرب تو بي was او were وهيجي بعديه شرط. هيبقى ساعتها هيجي بعديه اس او صفه او حرف جر. اهو ازاي I was at the zoo yesterday؟ انا كنت في حديقه الحيوان بالامس. طب ليه جبت was يا مستر؟ لان ما عنديش فعل اساسي. طب لو حبيت انفي was او were هنفيهم بكلمه not. ما ينفعش اقول I didn't be، غلط. امال ايه؟ I wasn't at the zoo yesterday. طب خلي بالك لو السؤال فيه were you، اهو لو السؤال فيه were you هحولها الى I was. خلي بالك اهو were you at the zoo yesterday؟ yes I was او no I wasn't، لان انا بحول you الى I لما يجي يرد. وبالتالي I ما بتاخدش were بتاخد was. لغايه دلوقتي تمام؟ مصحصحين مع بعض؟ فايقين ولا نايمين؟ لا نكمل بقى مع بعض. انا بقول لك الفيديو ده هتاخده من هنا هتدخل على الامتحان على طول بفضل الله. يعني بفضل الله خبره اصلا شغل مدارس لغات. فانت لازم تخلي بالك ايه الاسئله المتوقعه هتيجي. فصحصح بعد اذنك في الفيديو ده وخلي بالك. خلاص؟ يعني لو ضاع منك حاجه طول السنه، لو كنت مهمل في الاي ال اللي هي الادفانسد ليفل اللي هو هالو بلس، لو اي حاجه احنا بنلمها لك دلوقتي وبنجيبها لك معلومه سهله وبسيطه بنديها لك. فبعد اذنك خلي بالك بقى من النقطه دي. اوكي؟ بيقول لي في الجرامر هاخد ايه كمان في الجرامر؟ يبقى امشي كده بخطوات. انا خدت البريزنت سامبل وخدت الباست سامبل، هناخد الكونديشنال اف، بس هاخد الفيرست كونديشنال اف اللي هي الحاله الشرطيه الاولى. بس قبل ما نبدا، انت قبل كده في السنين اللي فاتت خدت حاجه اسمها زيرو كونديشنال اف جريد 6 في الاي ال برضه في اللي هو كونكتيف لوس. وبعد كده خدنا الفيرست كونديشنال اف وبعد كده خدنا السكند كونديشنال اف واخدينها في جريد 5 في الترم الثاني. طيب هنا بقى بيقول لك هناخد الفيرست كونديشنال اف. هي اولا الفيرست كونديشنال اف بستخدمها ليه؟ للتعبير عن حاجه بتنبأ انها هتحصل او محتمل هتحصل في المستقبل. يعني اكشنز لسه هتحصل في المستقبل. طب اف لها كام طريقه للكتابه؟ طريقتين، لا اما بتيجي في الاول لا اما بتيجي في النص. لو اف جت في الاول هيجي بعدها الفاعل وبعدين مضارع بسيط. يلا سمع معايا المضارع البسيط. يعني هيجي ايه هو المضارع البسيط؟ يعني الفعل في المصدر مع اي ويو ووي وذي، يعني الفعل من ضاف الاسم مع هي وشي وات، يعني منفي بدونت او بي دازنت. يعني لو ما فيش فعل اساسي في الجمله هجيب ام او از او ار. بس احفظها كده. الجمله الثانيه دي اسمه فعل الشرط. دي اسمه فعل الشرط. الجمله الثانيه اللي بتوضح المعنى بتاع فعل الشرط هيبقى فيها فاعل وبعدين will او اختصارها ابوستروفي
ال وبعدين الفعل فين في المصدر. انا ممكن اجيب اف في الاول، لو جت في الاول هيبقى فيه هنا كوما، وممكن اجيبها في النص بشيل الكوما، بس anyway هتبقى فولود باي اللي بيجي بعدها على طول ايه؟ الفعل وبعدين المضارع البسيط، وبعدين اجيب جمله جواب الشرط قبليها. if the kids get new toys لو الاطفال حصلوا على العاب جديده they will be very happy. انا بتكلم على مستقبل، اتفقنا؟ طيب هنا اف في الاول ممكن اجيبها في النص بالطريقه دي، اروح جايب الجمله ده اهي نبص على كده الجمله دي على بعضها اهو لغايه هنا، واروح جايبها بعد مين؟ بعد اف. اوكي، وجمله جواب الشرط ده اجيبها قبل ايه؟ قبل اف. لو حبيت انفي بدفي ايه؟ المضارع البسيط بيتنفي بايه؟ بدونت او بدازنت. خلاص احنا لسه واخدينها خلاص. طيب ولو حبيت انفيها بتبقى اسمها وانت، وبرده الفعل فين؟ في المصدر، سواء جبت اف في الاول او جبت اف فين؟ في المنتصف. if منير doesn't tidy his room his mom will be happy. خلاص لا، هتبقى مامته won't be happy his mom won't be happy. اوكي، دي غلطة كمبيوتر يعني. طيب اي سؤال بيس او نو هعمل السؤال على جملة جواب الايه؟ جواب الشرط. اوكي اهو if you have enough money، لو انت معاك فلوس كافيه، السؤال بيبقى على جواب الشرط ده اهو. will you buy a car؟ yes I will. انا بقول لك will you buy a car if you have enough money؟ no I want. يبقى انا بعمل على جواب الشرط. ونفس النظام لو سؤال بادئ بأداة استفهام هجيب أداة الاستفهام، جملة جواب الشرط كده anyway فيها will، وبعدين الفعل، وبعدين الفعل في المصدر، وجملة الشرط تبقى كما هي. طب ايه الاستخدام بتاعها يا ماستر؟ الاستخدام بتاع الحالة الأولى بتاعت F we use the first conditional to describe something that is likely to happen in the future and its possible result. وطبعا النتيجة بتاعته محتملة بشكل كبير جدا. أهم حاجة الحالة الأولى حاجة لسه هتحصل في المستقبل، متوقع إنها تحصل. If you come to the party you will enjoy your time there. لو أنت جيت الحفلة أهو هتستمتع بوقتك. هناك انا بتكلم لسه على حاجه هتحصل في المستقبل. خد نفسك معايا وبص على اهم زمن في اللغه الانجليزيه اسمه البريزنت بيرفكت سمبل تنس، زمن المضارع التام اللي هو ابو الازمنه كلها، اللي هو حاجه تمت في الماضي واثرها موجود في الوقت الحالي دلوقتي. تعال بقى شوف الرسمه الجميله اللي احنا عاملينها للزمن ده اهو. البريزنت بيرفكت يعني مضارع تام، بيستخدم ليه؟ بتتكلم عن اللايف اكسبيرينس، خبرتك في الحياه. Have you ever eaten sushi before؟ هو انت اكلت السوشي قبل كده؟ بسالك على حاجه عملتها قبل كده ولا لا؟ خلاص. accomplishments، خلاص. man has walked on the moon. طيب it changes over time، حاجه بتتغير بمرور الوقت. I have become more interested in medical issues. خلاص. multiply actions at different times. I have seen David several times. شفت ديفيد مرات عديدة وممكن أشوفه تاني، ليه لأ؟ أحداث ما خلصتش، لسه شغالة. I have lived in Paris for 5 years وما زلت أعيش هناك في باريس. خلاص. أحداث لسه مخلصها حالا. I have just finished my project، لسه مخلصه حالا. طيب بيتكلم عن أحداث انتهت. احداث انتهت، يبقى اذا شوف بص لها كده، الحدث تم في الماضي والنتيجه في الحاضر اهو. احداث انتهت، هتيجي تقول لي طب الاحداث اللي انتهت ممكن نجيب ماضي بسيط؟ لا خلي بالك، احداث انتهت في الماضي يعني ايه؟ احفظ الاغنيه دي، يعني past event present result، يعني الحدث تم في الماضي والنتيجه في الحاضر. she has lost her wallet، المحفظه بتاعتها ضاعت منها، يعني she can't find it، مش لاقياها في الوقت الايه؟ في الوقت الحالي. تعال بقى ما نشوف الفورميشن بتاع الزمن الجميل جدا ده. اثبات الفاعل، فاعل جمع، فاعل مفرد، فاعل جمع ايوه يو ووي وزي هتاخد هاف، فاعل مفرد هي وشي وات هتاخد هاز، وسواء جبت هاف او هاز لازم يجي بعدهم الباست ايه؟ الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفاعل. خلي بالك الزمن دي لما باجي اترجمه بالعربي بيترجم ماضي، يعني لما اجي اقول ايه؟ وليد has traveled by train، ودي معناه ان وليد سافر بالقطار. They have visited the pyramids، هم زاروا الأهرامات. Negative statement، خلاص. أنفيها إزاي؟ أنفيها بثلاث أساليب. have تبقى habit، وhas تبقى hasn't، وممكن أجيب have أو has وأجيب بعدهم never، وanyway لازم الباست participle، لأن في فرق ما بين نفي have. شو بقى الحتة دي؟ have كفعل أساسي يعني جاي بعدها اسم، ونفي have كفعل مساعد جاي بعدها باست بارتيسيبل. لو هاف تيجي جاي بعدها اسم يبقى نفيها في المضارع البسيط don't
او doesn't لو هي اسمها has. اوكي. طب لو في الباست بارتيسيبل هيتحط لها not n apostrophe t. شو بقى بيقول لي haven't او have not has not او hasn't زائد الباست ايه بارتيسيبل دي في حاله النفي. they haven't played tennis before ما لعبوش التنس قبل كده. I haven't traveled to الأقصر. عزيزي الطالب كده خلصت الجزء الاولاني من المحاضره اللي هو كان بيتكلم عن الفوكاب الاكسبريشنز الديفينيشنز الجرامر. خلاص ان شاء الله بينا يلا على الجزء الثاني.